أصدقائي السلام عليكم ورحمة الله. أنا بدي لكم فكرة ولو مش من مجال عملكم ولا شيء، بس الإنسان يخذ للوقت للزمن يكون عنده خبرة. في عندك طلقة تخزق كمان السماكة حقها 10 ملي، السيستة حق السيارة، وطلقة ما تقدرش بنفس الآلي بنفس السلاح بنفس كل شيء. إذا كيف أعرف أميز هذه الطلقة؟ بهذا بالمغناطيس. شوف الذي يطلعها هي الذي بتخزق. ليش؟ لأنها تجي صم، والذي ما تخزقش يجي داخلها رصاص من نفس حق البطارية الأصبع رطب. وإذا عندك كميات الذي بيطلعها هي الذي بتخزق. هذه طريقة. الطريقة الثانية مجال الطب، الأدوات الطبية المقصات وغيره اللي هي نقية وصحيحة وثمينة، هو الستيل. الستيل هذا يقوموا بخدر الأعضاء، يفهموا الأطباء. ما يزقمش. التقليد هذا حق الأكسار، حق الركب والرجل العظام. شوف هذا مزور، والأصلي لا يمكن انه يزقمه. نفعت الخبرة. تحياتي.